شكون اللي كان يلبس هذا النوع من الألبسة هما فقط الطبقة الحاكمة. القفطان الأصل تركي، يعني صراحة هو أصل قفطان تركي. كيف نعرف أنه فعلا هو من تركيا؟ ببساطة لما نتحدث عن عهد الدولة العثمانية، عهد السلاطين العثمانيين، أول عمل كانوا يقومون به أول ما جاءنا أول بيلرباي في مدينة الجزائر هو خير الدين بربروس، أعطاه السلطان سليم الأول القفطان، يعني رمز الخلافة العثمانية هي اللباس، وبالتالي فكان القفطان التركي ظاهرا وحاضرا، وكان من رموز يعني من رموز الحكم. فلما يكون القفطان يعطى إلى البيلرباي هذا دليل على أنه السلطان راضي على تلك الشخصية حتى يعطيه قفطان رمز الخلافة. أيضا نفس الشيء بالنسبة للداي البيلرباي أو الداي في وقت آخر كان يقدم القفطان إلى أو القفاطين إلى البايات. القفطان كان معروفا بالأوساط العالية أو في الطبقة الحاكمة في الدولة العثمانية.